اول ما وصلت الصين وعرفوا ان انا اجنبيه عملوا لي حفله من نوع خاص. مش هخبي عليكم، ما فهمتش اي كلمه. تعال احكي لكم الموضوع من الاول، بس ما تنسوش تشتركوا في القناه علشان هنعيش مع بعض كل المغامرات الغريبه في الصين. اول ما وصلت الصين اصحابي الصينيين اتفقوا مع بعض وجولي الشقه. تعال اوريكم جابولي ايه معاهم. جابولي بوكيه ورد شكله جميل جدا، وكمان بوكس فيه كيك. الكيك ده كان عليه صوص وطعمه تحس انه فيه جبنة مثلثات. انا عن نفسي محبتهاش. الكيك التانية كانت طعم القهوة، طعمها احسن شوية من اللي فاتت. بس الكيك هنا في الصين مختلف عن طعم الكيك في الدول العربية عموما. وكمان الكيك هنا في الصين سكره قليل جدا. بعد كده عزموني برا على العشاء في مطعم مشهور جدا بيتحجز قبلها بساعات، واخدنا تاكسي ورحنا المطعم. تعالوا اوريكم اللي اكلته وايه اللي عجبني وايه اللي لا. اول حاجة نظام المطعم ده، انك لما بتوصل بتختار الاصناف اللي انت عايزها والعدد اللي انت محتاجه، وتحطه على الترابيزة بتاعتك، وتبدأ تحط الاكل في الشوربة دي. كل صنف له عدد دقايق معينة بيقعد في الشوربة عشان يستوي. في أكل بياخد 3 دقايق، وفي أكل تاني بياخد حوالي 7 دقايق، يعني مش وقت كبير جدا. الشوربة هنا مقسومة ناحيتين. أول ناحية على الشمال اللي هي لونها فاتح دي الشوربة العادية. اللي جنبها دي الشوربة سبايسي. في هنا نودلز، دي حاجة في بطن الخروف بس أنا مش متذكرة اسمها دلوقتي. اللي يعرفها يقول لنا اسمها في الكومنتات. ده كده لحمة مفرومة بس ناشفة. أول مرة أشوف لحمة مفرومة ناشفة، وبنحط عليها شوربة. ودي حاجة تانية معرفش خضار ولا ايه، بس أنا مدقتهاش. أنا مش عارفة ايه هي، اللي يعرف يقولي. ده سجق أو نقانق على حسب اسمه عندكوا ايه. ده بيض سمان بيكون مسلوق وجاهز، وبنحطه في الشوربة كام دقيقة كده بياخد طعم الشوربة، لأن طعم الشوربة هي اللي بتخلي الحاجة طعمها جميل. دي اللحمة المفرومة حطينا عليها بس شوربة. طعمها الصراحة بيحلو خالص، ياخد 10 من 10. ده السجق أو النقانق. بعد ما حطيناه في الشوربة طلع مفتوح كده، مش عارفة ازاي. ده هنا اسمه توفو. طعمه مش وحش، كويس يعني، ممكن ياخد كده 7.5 أو 8 من 10. دي شكلها عامل زي الهدية، وفيها من جوه نوع من أنواع الأسماك، متوقعتش إن طعمها هيكون كويس. ده نودلز عادي جدا. بعد ما اتحط في الشوربة أخد طعم الشوربة وبقي طعمه حلو خالص. دي قطع فراخ زي اللي بنجيبها من المطاعم برا، طعمها كان كويس. بعد الأكل أكيد هنحلي. تعالوا أوريكم. انتوا عارفين طبعا البطيخ والأصفر ده كنتالوب أو شهد. اكتبولي في الكومنتات كل واحد بيشوفنا من فين، والفاكهة دي عنده اسمها ايه. الفاكهة التالتة لونها أبيض ومنقطة بأسود، دي دراجون فروت. كمان الغريب هنا انه في اقسام الفاكهة في المحلات بتلاقي الطماطم الصغيرة. كمان كانوا حاطين هنا قطعة من الخيار عاملينها شكل وردة.
استف المطعم أول ما عرف إن عنده في المطعم ناس أجانب، عمل لنا حفلة حلوة، تعالوا نشوفها مع بعض. بعد الأكل اتمشينا شوية في المول. بصوا، الأكل عموما عجبني جدا، الصراحة ياخد 10 من 10. صحيح مش كل الأصناف عجبتني، بس بنسبة 95% كده الأصناف كانت حلوة وكويسة، طعمها ممتاز. أكتر حاجة بقى عجبتني انه الاكل بينزل في الشوربة، يعني مفيش اي مقليات. ده كان اكل صحي الصراحة، وده اكتر حاجة عجبتني.